أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المحلاوي صاحب شركة ام جي للاستثمار الزراعي بالفرافرة. النهاردة احنا عاملين الفيديو ده عشان نرد على الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق. هو بيعمل عنده قناة على اليوتيوب، بيعمل فيديوهات بيهاجم الفرافرة والواد الجديد، واحنا عاملين الفيديو ده للرد عليه عشان يبقى انا كمحمد المحلاوي كنت متابع للدكتور رضا في قناته وعاجبني آراءه، بس انا بحس ان آراءه عاطفية شوية، ويعني انا اسف في اللفظ سطحية، يعني ما بياخدش الامر من جميع جوانبه. الامر له عدة جوانب. يعني هو كان باعت الاستاذ محمد خالد المحامي، ده صورتي دي، الناس اللي شاريه مننا اراضي في الوادي الجديد. انا بتعمد اقول كلمه شاريه، هو يعتبر مساهم في الشركه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا خدت من الدوله 200 فدان، واحد زي ده عايز 5 فدان ولا 10 فدان، تمام؟ الدوله ما بتديلوش ارض، فانا بحل له المشكله. باخد ال 200 فدان دول واعمل بير بريمه بيكلفني حوالي 7 مليون جنيه، طاقه شمسيه حوالي 2 مليون جنيه، غاطس حوالي مليون جنيه، مواسير حوالي 2 مليون جنيه، حاجات. ابص الاقي مثلا صارفين 30 40 مليون جنيه، بحسبها على ال 200 فدان واحط لي مثلا 5 أو 7 على الفدان، والزبون ممكن ينزل منه 1000، والزبون ممكن يقول لك ادفع الكروكي، يبقى انا دافع للكروكي، والزبون ممكن يقول لي طب معلش يا محمد نزل لي ايه، والزبون يديني فلوس ويقول لي هحول لك الباقي الاسبوع الجاي، ويقعدني 6 شهور. تمام؟ انا بعلن الزبون بالوضع القانوني للارض يا دكتور رضا، بقول له الارض دي اسمها ايجار بغرض دي التملك، وبيبقى مكتوب في العقد اللي بيني وبينه كده، وبعمل له تداخل في الشركه. بعمل له تدخل في الشركه. هو بقى لما يزرع انا ادفع له فلوس الدوله. طيب بيقول لي الدوله بتملك بكام؟ بقول له بتشكل لك لجنه تملكك، والعمليه هنا في حدود 50,000 60,000، والدوله ملكت لناس كتير. طب ايه فين المشكله هنا؟ حضرتك بعت محامي ليا عشان يتعاقد لعميل عندي مسافر بره، تمام؟ العميل اللي عندي مسافر بره شاري مني قبل كده وبيستكمل، فانا لو وحش هو مش هياخد مني ارض تاني. حلو كده؟ الناس زرعه اهي وبتاكل قصب اهو من الصحراء، وانتوا قاعدين عندكم في التكييفات، وانا وشي اتحرق من الشمس. لا احنا نايمين في منتجعات، ولا احنا زي ما بتقول اتحجز عليهم وبينصبوا وبيعملوا. ليه بقى؟ انا مطلع ميه من الصحراء وحضرتك قاعد في التكييف. حضرتك قعدت في المحافظه كام شهر؟ 6 اشهر، وجات لك طبعا ما فيش واحد 6 اشهر بيستقيل، بتبقى اقاله، صح كده يا دكتور؟ ليه؟ لازم الانسان عشان يتولى مسؤوليه لازم يدرس الامر من جميع جوانبه. يعني انا واحد دخل عليا وعمال يشتم فيا، انت فيك وفيك كذا وحلا، اقول له طب اقعد، هات يا ابني حاجه ساعه الاستاذ، قول لي انت زعلان مني في ايه وانا هرضيك. ما اجيش اقول له انت شتمتني اقوم رازعه قلمين، ما ينفعش. لا ما ينفعش. انا بقى بعد ما اخلص اقول له انت غلطت فيا، مدين بالاعتذار. طيب هو مازال مصر على حاجه، اشوف اقنعه، اجيب له شهود، اجيب له مستندات، اقنعه ان انا مش ظالمه، ان انا مش وحش معاه. مش هو يشتمني اقوم اضربه يا دكتور او احبسه. ما يجيش المحامي اللي عند حضرتك يقول لك كلمه عن الوادي الجديد، حضرتك تعمل فيديو وتطلع الشركات اللي هناك نصابه. الشركات ديت هي اللي عمرت الصحراء. الذره ده تحت منه نخل، الناس قاعده هنا بتعمر النخل ده طبقا لمبادره الرئيس اللي هو عايز 5 مليون نخله. احنا ساهمنا، يعني انا واحد من الناس، يعني مش اقل من كام، من 10,000 نخله انا مسؤول عنها. انا زارع تين شوكي، التين شوكي ده بيتصدر بره. الناس اللي عندي انا زارع برسيم حجازي، الناس اللي عندي زارعه برسيم حجازي، البرسيم ده بيتصدر بره وبيدخل للبلد عمله صعبه. حضرتك بتدخل للدوله ايه؟ عايز الدوله تحبسنا ليه؟ انا لما يطلع لي من الفدان 5 6000 ولا 3000 ولا 4000 وبفتح بيت اسره، اللي عايز 5 واللي عايز 3. طب حضرتك اهو الراجل عمال يمص قصب اهو، ده جاي ياخد ارض، ده جاي ياخد ارض بيمص في الصحراء اهو، قصب في الصحراء. انت بتحرض الناس علينا ليه؟
ما هي الإساءة اللي عملناها للأستاذ محمد خالد اللي هو حضرتك بعته، ولا الإساءة اللي احنا عملناها لحضرتك عشان تحرض الناس علينا كده؟ يا دكتور احنا بنحل مشاكل للبلد وبنحل مشاكل لنفسنا. الشركات دي فيها مئات العمال شغالة، فيها مئات العمال بتطلع تنظف حشائش تحت النخل الحاجات في بيوت مفتوحة. احنا مش قاعدين في التكييفات. كل لقطة بتلاقيني طالع في الفيديو وشي اسود، عيالنا قاعدة معانا في الصحراء. فأرجو من حضرتك فاهم عن موضوع جميع جوانبه تتكلم، مش فاهم ما تتكلمش. هتقول الدولة بتسحب أراضي، لا عمر الدولة ما سحبت أرض من حد. طب الدولة بتعمل إيه؟ بتقول لك أنت ما دفعتش هاخد منك الانفرتر ما يرويش. ها؟ وعلى فكرة بيروح يأجر انفرتر ويحط بتاعه وما يروحش برضه يدفع فلوس الدولة. طب واحد واخد مني مثلا 50 فدان وزارع وبياكل من خيره وما بيدفعش للدولة، لا عايز يتملك يقول لك ما معيش فلوس، ولا عايز يدفع ايجار. هو 1500 ايجار كتير؟ ال1500 ده تمن شكارة كيماوي، ما الفلاح بيحط كذا شكارة كيماوي. طب هو لو راح دفع لايجار الدولة ومستحقاته، ايه اللي هيحصل؟ الدولة بتدي له دعم. الدولة يا دكتور بتدي الارض للناس ببلاش. يعني اذا هو دفع الايجار 1500 بتدي له 8 شكاير، 4 في الصيف و4 في الشتاء. الشكاره ام 1150 بياخدها ب 270. يعني اذا هو دفع 1500 للدوله بياخدهم 6 7. هو ما دفعش، هو مش عايز يدفع فلوس الدوله. ذنبي ايه انا؟ انا عملت تداخل وتخرج من الشركه بعد ما خلصت الارض، وبقى فيها في المشروع ده 10 فيهم 5 دفعوا و5 ما دفعوش. الدوله بتعاقب اللي ما دفعش، تاخد جره في ارضه في المواسير. اذا كان انا اهو اسودت اهو، انا كنت ابيض قبل ما اروح الفرافره ضافت لي ايه غير ان ضفت رقعه زراعيه للناس. ادي بنتي معايا، شوفها برضو راحت 100 لون من الشغل. التين قدام حضرتك ده زارع اهو، قصدي اخضر وفيه ثمره اهي. الثمره دي حضرتك بتروح بتلاقيها في ثلاجتك ساقعه. انا بعمر في الارض وانت تقول ده نصاب. ده الثمر اهو، احنا عمالين نقول الخير اهو، احنا بنعمر في الارض. المفروض يتقال شكرا لمعمرين الارض، تتحط فوق الراس. الدوله لازم تكرم الناس. الدوله ما قدرتش تتحمل المسؤوليه المزارعين اللي عايز 5 فدان و10 فدان. لان البر على 200 فدان، البريمه والبر الخباطه على 100 فدان. فالشركات خدت على عاتقها تطوير الاراضي، شافت احتياجات الناس ايه وبتعملها. واحد عايز 5 فدان ويزرعها، نفسه كده يبقى عنده بيت وبرج حمام في ارضه، وعنده بقرتين، وعنده شويه غنم، وعنده شويه حاجات. خاصه الدوله بتقول لك ابني في الارض، اعمل مشروع بس يكون انتاج حيواني، انتاج دجيني. معانا كده في الرخص، معانا في السجلات التجاريه انتاج دجيني وحيواني والكلام ده اهو. فواحد عايز يعمل ده ومش عارف ياخد ده من الدوله، انا وفرت له الفرصه دي، اشكر ولا لا؟ ولا نسيب العرب بقى والاجانب يجي ياخدوا من ارضنا وخلاص؟ شركات اماراتيه تيجي تزرع وتبيع القمح المصري بالعمله الصعبه. حضرتك عارف الكلام ده كويس. انا لما اجيب فلاح ويدي القمح المصري ياكل ويدي للبلد، يبقى انا مجرم؟ انا لما احل مشكله بلدي وعمر في الارض يبقى انا مجرم؟ ولا انا لازم ابيع له الارض وافضل ادفع عليها؟ في حاجه اسمها الموقف القانوني. انا بقول له في العقد اللي بينه وبينه الارض ايجار بغرض التملك. يعني حضرتك عايز تتملك هتروح تدفع ملكها، مش عايز تتملك وما معكش فلوس تملك هتروح تدفع الايجار 1500. يبقى هو ما دفعش. انا ذنبي ايه؟ الدوله بتخش عنه الانفرتر بيجي جري يدفع. طبعا مش كل الناس كده، يعني 80% من الناس بتدفع ومحترم. ممكن وفي ناس مثلا 20% عندهم تعثر، فمش ناس وحشه برضه، بيبقى عنده تعثر، بيبقى هو اساسا كل اللي معاه حق ال5 فدان ولما جه يزرع اتدين في زراعتها. انت بقى قول لي مثلا الدوله، قول له انت عليك جنيه تعالى هات ربعه تعالى. وده اللي عمله المحافظ صراحه يعني راجل محترم.
قال يا جماعه كل الناس اللي خدت من شركات انا ماليش دعوه بالشركات، ليا دعوه بالناس وهملكها وهديهم كيماوي، يجوني يجيب لي بس ورقه تسلسل ملكيه، اي ورقه، ومش شرط تداخل وتخارج، اي ورقه يا رب تنازل، اي حاجه، يجيب لي ورقه عقد شراكه، اي ورقه معاه ان هو جايبها من ان الارض دي لها اساس في الدوله وواخدها من واحد واخدها من الدوله تسلسل ملكيه، ويجيني واللي عليه جنيه هدفعه ربعه، والدنيا ماشيه وشغاله وزي الفل، والدوله داخل لها بسم الله ما شاء الله في يوم واحد 850 مليون جنيه في يوم واحد. الدوله داخل لها فلوس كتير هنا وخير كتير بسبب الناس اللي احنا جبناهم، اللي الشركات جابتها. يبقى نقول يا دكتور بقى تشكري، ونقول للدوله يا دوله بقى اعملي بيار على 200 فدان ودي لمين؟ ودي لصغار المزارعين اللي عايز 5 و10، وبدل ما احنا نقول له لا هات فلوسك كاش او هات لي فلوسك على 6 اشهر، لا قول للدوله خفي عن المزارع، قول لها اديه له مثلا على 2 3 سنين، يعني تبيع للناس وتنافسنا على اساس ان ما يبقاش فيه ايه سعر غالي. ده كلام لو انت عايز تنصح، لكن تنصح تدمر فينا عشان الدوله تاذينا؟ يعني احنا نعمر ونكرم الناس ونتحبس وتتصدر فلوسنا؟ يعني احنا نقعد في الشمس ونطلع خير وتحبسونا؟ اي عدل ده باي منطق؟ هو اي كلام وخلاص؟ هو انا هروح اعمل فيديو واتكلم بالحنيه واعمل بالمسكنه يقوم الناس معلقالي والله برافو عليك يا دكتور، انت وطني يا دكتور، انت بتحب الشعب يا دكتور، انت تنفع وزير مش واحد على اليوتيوب، انت تنفع رئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه ايه بس يا دكتور؟ خلي الدنيا في حالها. ووزير ايه بس؟ خلي الدنيا في حالها. الله يصلح حالك ويصلح حال الناس. الامور ما بتتاخدش بالعاطفه. انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعلك والعقد لسه ما كملش، ممكن ما تبعتش المحامي اللي شغال معاك يكتب العقد، بس انا مش فارق معايا. ليه بقى؟ لان اللي انا بديله حاجه بديها له بالتكلفه، وخاصه ممكن هامش ربح بسيط، وان الحاجه لو فضلت معايا هبيعها بازيد وهكسب فيها ازيد. واللي حاجز بمبلغ تافه من زمان، وقلت له لو انت خايف روح انقل الملكيه ليك وهات محضر استلام واكتب ده في العقد، وبعدين ابقى اديني فلوسي. اعمل ايه تاني غير كده؟ الراجل اللي انت بعته قلقان، يا استاذ محمد انا خايف. لا قلت له يا عم ولا تخاف ولا تعمل، اكتب العقد، يدفع الطرف الثاني الفلوس بعد نقل الملكيه باسبوع، وفي حاله عدم الدفع يلغى العقد والمبلغ المدفوع كان لم يكن. اظبط حقي. امال ايه؟ انت زعلان وبتقول المشاكل عشان تعمل فيديو يعمل له 100,000 مشاهده؟ هيجيبوا لك ايه ال 100,000 مشاهده؟ يعني $100 يعني هيجيبوا ايه؟ $50؟ لا مش ده الكلام يا دكتور. يا دكتور الكلام يبقى بالانصاف. من فضلك اي فيديو حضرتك تنزله يبقى بالانصاف، تدرس الامر من جميع جوانبه، ما تدرسش الامر من ناحيه واحده. الاخ جاي كاتب ويقول لي ومسؤول عن الرهن ولا مش عارف ايه وكذا، وقلت له يا ابني لا، هنا الارض في الوقت الجديد احنا لا نمتلكها، احنا واخدينها في الدوله بمحضر استلام، وبنطور وبنحط معانا شركاء، وده قانوني. انا شركه ودخلت معايا شركاء بحصه، هو ده مجرم؟ هو ده غلط؟ ده قانوني. ده قانون. امال لما شركه امريكيه بتشتري شركه في مصر بتعمل ايه؟ ما هي بتاخد حصه منها. هي بتعمل ايه يعني؟ ما هي بتاخد حصه بالشركه دي، تاخد حصه من الشركه دي. والدوله بتعمل كده، بتدخل مستثمرين اجانب في الشركات بحصص، مش مصريين. احنا جبنا مصريين ناس تعبانه وشقيانه وخدنا لهم ارض والناس فرحانه وبتدعي لنا. احنا بيطلع من عندنا هنا مواشي، بتيجي عندكم لحمه، بيطلع من عندنا هنا خرفان بالاطنان، بيطلع من عندنا حمام بالاطنان، الدريس شغال ليل نهار الحجازي. احنا بنطلع اطنان بطاطس، بنطلع اطنان بلح، احنا بننتج. في عندنا في الفرافره مدق بس اسمه سهل عرفه، احنا مسمينه مدق عرفه، في حته اسمها سهل بركه. المدق ده اقتصاد محافظتين، الخير اللي بيطلع منه، البفتات كده شغاله كده، انا مسميه اوكرانية مصر بالخير اللي فيه.
لما شركات تعمر كده، شركه تزرع لها 5000 فدان وشركه تزرع 1000 فدان وشركه، نقوم احنا قايلين الشركات دي مجرمه؟ ولما شركه تدخل مساهمين بصغار الفلاحين ب5 فدان و10 فدان وتجعل له ارض، تبقى شركه مجرمه ونصابه وصادروا اموالهم واحبسوهم وكلوهم وانفخوهم؟ هو ده الدين؟ هو ده الايمان؟ والله لو كفار ما يتعامل معاهم كده. بطلوا بقى يا جماعه حكايه الكلام اللي هو من غير لازمه، والكلام اللي هو كلام وخلاص، عشان الناس مش فاهمه، الناس مش فاهمه. ولما بتتابعكم فيقول احنا هنضيع. واحد ناس كاتبه يقول طب انا كنت هروح الفرافره، مش رايح بقى. طب ما انت صديت على الاستثمار، دمرت البلد. التين اللي حضرتك احنا عمالين نقشر فيه مش عارفين ده بيتصدر بره، بيجيب عمله صعبه للبلد. طب قول لي بقى كده، طب هنا واحد واخد 6000 فدان زارعهم كلهم تين، وعمل مصنع يطلع الزيت بره، والزيت يبقى في مصر. الزيت لان ده بيتعمل منه زيت، اغلى زيت في العالم، زيت التين الشوكي من البذر، تمام. والتين بيتعمل مربى، والقشره بيتعمل علف، وفي هنا انتاج، في مصانع بتتعمل هنا، في انتاج وفي ناس. انت عايزين تخربوها ليه؟ انتوا عايزين تخربوها ليه؟ انا مش فاهم يا جماعه. اللي مش عارف يقعد على جنب، يقعد يدرس للناس، يديهم كلمتين، يقول لهم القانون رقم كذا بيقول اعمل كذا وخلاص، يقول له يروح يترفع في قضيه وخلاص. هو مش مدرك بامر، مش لمه كله، خلاص يروح يترفع في قضيه معاها ادله البراءه، بيبرأ معاها ادله الادانه، بيدين ويقول للناس اللي في الجامعه القانون رقم كذا بيقول كذا وخلاص. لكن الاقتصاد ده ليه وضعه، الاستثمار ده ليه وضعه. ما تدمروش البلد، حرام عليكم، حرام عليكم، ما تدمروش البلد. يعني انا بستغرب، انا عمال اشوف الفيديو والناس مرعوبه، والدوله بتاخد الارض. طب هات لي واحد كده الدوله خدت منه الارض. ده اقول لك على حاجه، معظم الناس عليها 5-6 سنين ومحدش دفع. الدوله بتقول له هات ربع الفلوس. الدوله لما تاخد انفرتر وتقول له ما انتش واخده الا لما تجيب الفلوس، يبقى الدوله مجرمه؟ يبقى هو في اصطياد في الميه العكره؟ اصطياد في الميه العكره؟ ما الدوله لازم تاخد فلوسها، امال الدوله هتدي الارض للناس ببلاش؟ وبعدين هي الدوله بتاخد ايه؟ ده بقول لحضرتك الدوله بتدعم، الدوله عايزه الاراضي تتزرع. افهمها لك بقى، افهمها لك الكلام اللي بنقوله ما ينفعش يتقال في الفيديوهات. افهمها لك، الدوله مش عايزه تبقى تحت درس حد، عايزه تعمر صحارتها عشان تعرف تدي اثيوبيا على دماغها. لو اثيوبيا عملت لها اي اذى يبقى احنا عندنا اراضي مزروعه كتير. شفت بقى الدوله بتعمل ايه وانت بتخربها؟ شفت الدوله عايزه تعمل ايه وانت عمال تخربها يا دكتور؟ انت عمال تقول كذا والشركات كذا. طب مين اللي في الوادي الجديد غير الشركات؟ مين اللي في الوادي الجديد غير الشركات؟ يا ريت يا دكتور تراجع نفسك، ويا ريت لو حذفت الفيديو، لان الرجوع عن الخطأ حاجه كويسه، مش عيب. بص كده القصب المزروع احنا زارعينه عريشه اهو كتجربه في الفرافره. يعني ينفع ننتج قصب من الفرافره؟ احنا هنا في شركات هنا واخده بتنتج الاف الاطنان من البتاع اسمه ايه اللي بتعمل سكر بنجر، بدل ما احنا عندنا ازمه سكر وبنستورد. الاعلاف مولعه وبنشتري اعلاف من بره، فول صويا، وبنشتري اعلاف. احنا هنا بنزرع البرسيم اهو، برسيم الحجاز ده بروتين 22%، بيقعد في الارض 5 سنين. احنا عمرنا الصحراء. وانتوا عملتوا ايه؟ انتوا عملتوا ايه؟ عايزين تحبسونا بعد ما نعمل الخير ده هو كله؟ عايزين تحبسونا بعد ما رجلنا بقى فيها الشق يدخل فر؟ وشغالين وشقيانين عشان ننجح وننجح الناس، وانتوا عايزين تحبسونا وتخربوها؟ ماشي يا دكتور، حرض علينا زي ما انت عايز، افرحوا بيها بقى بعد ما تحبسونا وتاخدوا فلوسنا وتخربوها. افرحوا بيها بقى. انا مش هتكلم تاني اكتر من كده. لو في انصاف تمسح الفيديو اللي حضرتك عامله، لو ما فيش انصاف سيبه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.